بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. 5 كلمات: الباء، اسم الله الرحمن الرحيم. أما الباء الآن نفسر هذه الكلمة بمعنى من معانيها. الباء لها معاني عديدة. من جملة معاني الباء في هذه الآية المباركة أنها للابتداء. أبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم. الآن نحن نأخذ هذا المعنى. لعلنا نأتي في وقت آخر بذكر معاني أخرى للباء المناسبة لهذه الآية المباركة. هناك قاعدة يذكرها العلماء في الأصول، في الفقه، في مجالات ثانية: حذف المتعلق يفيد العموم. أبتدئ ماذا بسم الله؟ ما ذكر. أنا أبتدئ باسم الله عز وجل. ما الذي أبدأه بسم الله؟ أبدأ حياتي باسم الله، أبدأ كتابي باسم الله، أبدأ قولي باسم الله، أبدأ ماذا؟ هذا الشيء ما ذكر. المتعلق حذف. حذف المتعلق يفيد العموم. يفيد العموم يعني ماذا؟ يعني أبدأ كل شيء. هذا معنى العموم. إذا المتعلق ما ذكر معناه أنه كل شيء أنا أبدأه بسم الله. في هذه السورة المباركة، في سورة الحمد بالذات، لعله شخص يقول: لا، المقصود من الابتداء في سورة الحمد أبدأ هذا الكتاب وهو القرآن الكريم. أبدأ هذا الكتاب باسم الله. صحيح، هذه قد تكون قرينة، ولكن باعتبار أن سورة الحمد بالذات بالخصوص وعامة القرآن الكريم لتربية الناس، لتعليم الناس، وخصوصا سلام عليكم ورحمة الله، وخصوصا أن السور الأخرى أيضا فيها هذه الآية المباركة في بدايتها. هذا يدل على أن القضية ليست ابتداء كتاب اسمه القرآن الكريم. لو كان بمعنى أبدأ هذا الكتاب بسم الله، لماذا في بداية سورة البقرة هذه الآية موجودة، في بداية سورة آل عمران، السور الأخرى؟ فهذا يدل على أنه بالفعل القضية قضية عامة. أبدأ كل شيء، بداية كل شيء باسم الله عز وجل. وهذا هو المعنى الذي ذكر في الحديث القدسي الذي ذكرناه أمس.
والحديث الذي ورد عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وقد ذكرناه لعله قبل ليلتين أو 3 ليالي. كل شيء يلزم أن يبدأ باسم الله عز وجل. يبدأ باسم الله عز وجل قولا؟ لا، هذه الكلمة بسم الله عقيدة، قول، عمل. أولا عقيدة، كل شيء يبدأ بسم الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، كل شيء بدايته من الله عز وجل. فواقع الكون هو البداية باسم الله عز وجل. هذه كعقيدة. فإذن بسم الله يتضمن عقيدة أن بداية كل شيء هو الله عز وجل. ثانيا قولا، الإنسان يقول بسم الله الرحمن الرحيم عندما يبدأ شيئا، خصوصا كل أمر ذي بال في الرواية الشريفة. ذي بال يعني شيء مهم، يلزم أن يبدأ بسم الله قولا أيضا. وعملا كما شرحناه أمس أيضا، أن انطلاقة الإنسان تكون انطلاقا باسم الله عز وجل. هذه الباء. نأتي إلى الكلمة الثانية في هذه الآية المباركة، باسم الله. هذه كلمة اسم الله، هذا اسم لها مدلول جدا مهم ومدلول كبير. الإنسان في بداية القرآن الكريم، هذه الكلمة التي يقولها الإنسان المؤمن دائما يلهج بهذه الكلمة. الكلمة ليست بالله الرحمن الرحيم، الابتداء بالله، الاستعانة بالله. لماذا باسم الله؟ أنا أبدأ بالله أو أبدأ باسم الله؟ لا، أنا أبدأ باسم الله، لا أبدأ بالله. أين أنا من الله عز وجل؟ لا أريد أن أشرح شرحا مفصلا في هذا المجال. ارتباط الإنسان بالله سبحانه وتعالى يحتاج إلى واسطة. بدون واسطة لا يمكن، أقول عقلا لا يمكن، محال عقلي، اجتماع نقيضين، هذا المحال العقلي. خلاصة القول إخواني، الإنسان جدا جدا ضعيف، نحن البشر العاديون جدا ضعاف، لا يمكن أن نرتبط ارتباطا مباشرا بالله عز وجل، لا يمكن. مثاله، لعلي في بعض المجالس السابقة ذكرت هذا المثال. مثاله، أنت تريد أن توصل جهاز يعمل بالكهرباء، جهاز عادي، فرضا هذه النقالات، هذه الأجهزة العادية التي تحتاج إلى شحنة صغيرة جدا من الكهرباء، توصل هذه الأجهزة بمركز توليد كهرباء، هذه المراكز الضخمة. يمكن أصلا في اللحظة الأولى الجهاز ينفجر. الجهاز العادي لا يمكن أن يرتبط بتيار كهربائي قوي، مو ممكن، ما يتحمل. الإنسان العادي لا يمكن أن يرتبط بالله عز وجل ارتباطا مباشرا، ما إلى قابلية. الإنسان ينفجر. جبرائيل بعظمته يقول لو تقدمت خطوة، مضمون كلامه، لاحترقت. القضية ليست أن الله عز وجل لا يريد أن يتقدم جبرائيل، القضية ليست هذه، القضية أن جبرائيل ما إلى قابلية، جبرائيل ما يتمكن يتلقى شيئا مباشرا من الله عز وجل. تلك الساحة ساحة مباشرة، ليست القضية قضية مكان لعله. أنا لا تفسير لي لهذه الرواية الشريفة أنه عندما صعد رسول الله صلى الله عليه وآله في المعراج وصل إلى مكان جبرائيل لا يتمكن أن يتقدم، لا يتمكن.
يحترق مثل هذا الجهاز الذي توصله إلى تيار كهربائي قوي، لا يتمكن، لا يتحمل. أنا أقول أبدأ بالله، أنا لا أتمكن أن أبدأ بالله، أنا أبدأ باسم الله. كلمة اسم جدا دقيقة، جدا رائعة، وكل الكلمات في القرآن الكريم رائعة ودقيقة. أنا أبدأ باسم الله، أستعين. حتى الاستعانة إن شاء الله نأتي إلى معنى الاستعانة في فرصة أخرى إن شاء الله تعالى. حتى الاستعانة بالله، أنا أستعين باسم الله، هو اسم الله يعين، هذه الكلمة هي تعين أصلا. باسم الله. أسماء الله سبحانه وتعالى نعرف إجمالا معاني بعض أسماء الله: العليم، القدير، إجمالا. وإلا حتى هذه الأسماء إذا دقق الإنسان فيها يراها أسماء خافية علينا. الفقهاء ذكروا بعض تلك الأسماء. علم الله يعني ماذا؟ يبحثوا في كتب الأصول يذكرون هذا المعنى بتفصيل دقيق، طبعا دقيق بمقدار حدود الفقهاء طبعا رضوان الله تعالى عليهم. العليم نعرف، القدير، الخالق، الرازق، هذه الأسماء نعرف معانيها. ما هو معنى كلمة الله؟ الله كما يقولون مؤلفة من كلمتين. هذه اللفظة الشريفة لفظة الجلالة مؤلفة من كلمتين، من وكلمة إله. التعريف وإله. إله لا، هذا الإله. الإله المعرفة، الإله المعين. بقية الآلهة كذب، هذا الإله الحقيقي. الإله. وين الله؟ صار الإله. الهمزة همزة إله صارت بالوسط، سقطت همزة واصل، اعتبروها همزة واصل، صار الله. الإله، الهمزة همزة إله أسقطوها، شو يصير الله. ففخمت اللام. وهذا حسب ما يقولون المورد الوحيد في اللغة العربية الذي تفخم اللام فيه. ما عندنا مورد ثاني اللام تفخم، هذا المورد الوحيد تفخيما. التفخيم نوع تعظيم للكلمة، نوع تضخيم للكلمة. الله شوية رقيقة، الله صارت، فخمت اللام صارت الله. الله شنو معناها؟ هذه الكلمة شنو معناها؟ حسب ما ورد في الروايات الشريفة أن هذه اللفظة تتضمن أسماء الله سبحانه وتعالى. الله يعني الرحمن، الله يعني الرحيم، الله يعني الملك، الله يعني القادر، الله يعني العليم. أسماء الله سبحانه وتعالى متضمنة في هذه الكلمة. هذا ما ورد في الرواية الشريفة. ولعله التعريف في الإله، أداة التعريف لعلها أيضا تدل على هذا المعنى. لا علينا أن أداة التعريف تدل أو لا تدل، ما ورد عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في تفسير هذه الكلمة أن كلمة الله تعني الجامع لصفات الربوبية. شنو صفات الربوبية؟ صفات الإله الحقيقي شنو هي؟ هي مجموعة في كلمة الله. ولذا هذا الاسم الشريف، هذه اللفظة الشريفة فيها خصائص حتى لغويا، فيها خصائص. يقولون، الآن لست بصدد تأييد أو رد هذه
الخصائص التي ذكرت، الخصائص اللغوية، يقولون أنه كلمة فيها التعريف لا تنادى بيا. يعني شنو؟ مثلا شخص اسمه فرضا الحسن، غير صحيح في اللغة العربية أنا أقول يا الحسن، غلط، يلزم أن أقول يا أيها الحسن. الكلمة التي فيها التعريف بعد يا إذا أصبحت منادى بيا تأتي كلمة أيها. هذا المورد الوحيد الكلمة فيها التعريف، نحن لا نقول يا أيها الله، نقول يا الله. يقال أن هذا المورد الوحيد، قلت الآن لست بصدد تأييد أو رد، هذا ما يقولونه، المورد الوحيد في اللغة العربية اللي فيها التعريف وتنادى بيا فقط من دون أيها. من خصائص هذه اللفظة كما يقولون، الخصائص اللغوية لهذه اللفظة، أنها لا تنادى إلا بيا، ببقية حروف النداء لا تنادى. يعني أنا أقول يا الله، لا أقول الله. تعلمون نداء حرف نداء أيضا، طبعا حرف استفهام كذا من معاني الهمزة النداء. ولكن كلمة الله لا تنادى إلا بيا. يا كما يقول النحاة أشرف حروف النداء، عندنا يا، عندنا أيا، عندنا الهمزة، أدوات عديدة للنداء، أشرفها يا وأهمها. فكلمة الله إذا أراد الإنسان أن ينادي الله سبحانه وتعالى بهذا الاسم الشريف يأتي بكلمة يا فقط. هذه من خصائص كلمة الله. من خصائص هذه اللفظة الشريفة أنها لا تقع صفة وتقع موصوفا، وبقية أسماء الله سبحانه وتعالى تقع صفة وتقع موصوفا. يعني أنا لا أقول بسم الرحمن الله، الله أجعله صفة للرحمن، وأقول بسم الله الرحمن. لا أقول كلام الرحيم الله، أقول كلام الله الرحيم. الله تقع موصوفا ولا تقع صفة. بقية أسماء الله سبحانه وتعالى تقع صفة وتقع موصوفا. أقول بسم الرحمن الرحيم، صحيح. بسم الرحيم الرحمن، صحيح. الرحمن أجعله صفة، أجعله موصوفا، صحيح. ولكن كلمة الله لا تقع إلا موصوفا، صفة ما تصير. الله والإنسان يصف هذه الكلمة صفة نحوية قصدي، يصف ببقية الأسماء. بسم الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام، صحيح. هو الله الخالق البارئ المصور، يصير صحيح. خصائص لهذه اللفظة الشريفة لا علينا. هذا كلمة الله، بسم الله. شنو المقصود من بسم الله؟ هذه اللفظة أو باسم ذلك الذي اسمه إله، هذا اتركوه لوقت آخر. نأتي إلى الكلمتين الأخريين في هذه الآية المباركة، الرحمن الرحيم. جدا عظيمة الوصف بهاتين الكلمتين، صفتان من الرحمة في بداية كل أمر، في بداية القرآن الكريم. هذه الكلمة الإنسان يذكرها في بداية كل أمر ذي بال، دائما رحمة، شيء عجيب. وليست الكلمة كلمة واحدة، الرحمن، بسم الله الرحمن، لا، بسم الله الرحمن الرحيم، تأكيد أكيد على الرحمة. الرحمن الرحيم. الرحمن، أنا لا أريد أن أدخل في تفاصيل علمية كبحوث علمية بين علماء، لا أريد أن أذكر جانبا. الرحمن
صيغة مبالغة بمعنى المبالغة. الرحيم صفة مشبهة باسم الفاعل. المبالغة الكثرة، المبالغة بمعنى الكثرة لا بمعنى شيء غير واقعي الإنسان يذكره، ذاك هم يسمى مبالغة. المبالغة لها أكثر من معنى، أحيانا كلمة المبالغة تستعمل للشيء أكثر من الواقع، هذا يسمى مبالغة. أحيانا يستعمل للكثرة، هذا أيضا يسمى مبالغة. المبالغة بمعنى الكثرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، ما الفرق بين هاتين الكلمتين؟ الرحمن فيه معنى المبالغة. مبالغة يعني ماذا؟ يعني الكثرة، يعني رحمة كثيرة. بالتعبير الآخر رحمة شاملة. الرحيم صفة مشبهة. الصفة المشبهة تأتي بمعنى الاستقرار، بمعنى ثبوت شيء، يعني الرحمة الثابتة. الرحمة الثابتة، هكذا الآن نفسر هاتين الكلمتين. الرحمن يعني الرحمة الواسعة، الرحيم يعني الرحمة الثابتة. يعني ماذا؟ يعني ما ورد في الرواية الشريفة. هذا الحديث ورد بأسانيد صحيحة عن كلمتي الرحمن الرحيم. يقول الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: قلت أسانيد هذه الرواية أسانيد صحيحة أكثر من سنة صحيح لهذه الرواية الشريفة. يقول عليه الصلاة والسلام: لعل العبارة الآن ما وجدت الحديث. الرحمن بجميع خلقه، الرحيم بالمؤمنين خاصة. الرحمن رحمة شاملة، الرحيم رحمة مستقرة، رحمة دائمة. الرحمن رحمة شاملة، شاملة لجميع خلقه. الرحمن بجميع خلقه. في نسخة أخرى الرحمن لجميع العالم، نفس الرواية طبعا. الرحمة التي تكون لكل الخلق، للأشجار، للجمادات، للحيوانات، للكفار، للمنافقين، رحمة. هذه الرحمة الموجودة الدنيوية، رحمة لمن؟ لكل الخلق. الكافر يحصل على شربة ماء يشرب، نعم. يحصل على طعام يشرب، نعم. يتنزه، نعم. يحصل على أموال، نعم. يتزوج، نعم. هذه الرحمة، رحمة الله سبحانه وتعالى. شملت من؟ شملت الكفار والمنافقين والنواصب والأشجار والجمادات والمؤمنين. رحمة شاملة. الرحمن بجميع خلقه، هذه الرحمة الشاملة. الرحيم رحمة مستقرة، رحمة مستمرة، رحمة دائمة، رحمة ثابتة. الرحمة التي تثبت، لمن تثبت الرحمة؟ للمؤمن. الجمادات تضمحل تذهب، الحيوانات تذهب، الكفار، المنافقون، النواصب، هؤلاء في نار جهنم. الذي تستمر رحمة الله سبحانه وتعالى له إلى الأبد من هو؟ المؤمن. رحمة مستقرة ومستمرة وثابتة. ولذا الإمام عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ الرحيم بالمؤمنين خاصة. هذه رحمة مستمرة من الدنيا تستمر. أنت المؤمن متنعم رحمة الله عز وجل لك في هذه الدنيا، نعم. هذه النعم الكثيرة من أين؟ من رحمة الله سبحانه وتعالى لك في الدنيا هذه الرحمة. وهذه الرحمة تستمر معك، تنتقل إلى عالم البرزخ، هذه الرحمة تكون لك، نعم. مولاك سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام هناك. هذه رحمة من الله أم لا؟ هذه رحمة الله. في المحشر كيف تكون؟ رحمة الله تستمر لك، نعم تستمر لك. في الجنة تستمر لك، رحمة مستمرة مستقرة. لعله هذا أفضل ما قيل من الفروق بين كلمة الرحمن والرحيم.
ويدل على ذلك هذا الحديث الشريف: الرحمن، لعل العبارة هكذا: الرحمن بجميع خلقه الرحيم بالمؤمنين خاصة. نعم، الرحمن بجميع خلقه الرحيم بالمؤمنين خاصة، هذا نص العبارة، كلام الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. الرواية موجودة في الكافي، موجودة في تفسير القمي، موجودة في مصادر أخرى. الشيخ صدوق يروي هذه الرواية في معاني الأخبار، يروي هذه الرواية في كتب أخرى أيضا. تبقى نقطة مهمة جدا، وهي الرحمة فعل عادة. الله عز وجل يرحمني، هذا من صفات الفعل ليس من صفات الذات. الرحمة فيها تغير. الرحمة أنا أرحم، لماذا أرحم؟ لأن في وجودي توجد صفة رأفة بهذا الشخص مثلا أو بهذا المخلوق. عندي رأفة وما عندي رأفة، صفة متغيرة في نفس الإنسان. الرأفة التي هي منبع الرحمة. الرأفة تتغير. أنا الآن عندي رأفة، بعد ساعة ما عندي رأفة. من المتغيرات، مثل الغضب، مثل الفرح، مثل الحزن. هذه صفات متغيرة. أنا الآن عندي حزن، بعد ساعة ما عندي حزن، بعد يوم ما عندي حزن، بعد سنة ما عندي حزن. الآن عندي فرح، بعد ساعة ما عندي فرح. هذه صفات متغيرة. الله سبحانه وتعالى حاشاه أن يكون فيه شيء متغير. الله عز وجل ما يتغير أبدا. لا يوجد في الله سبحانه وتعالى تغير نهائيا، لا يوجد. التغير من صفات المخلوق، الخالق لا يتغير. تكون في نفسه، الله نفس ما عنده أصلا، تكون في نفس الله عز وجل صفة معينة، ثم تذهب هذه الصفة تأتي صفة ثانية. هذا الوضع من صفات المخلوق، حدوث شيء من صفات المخلوق. الخالق لا يحدث فيه شيء. فإذا ما هو معنى الرحمن الرحيم؟ الرحمن نابع من الرأفة. الرأفة حالة متغيرة في الإنسان، تتغير. الله عز وجل ليس فيه المتغير. الله عز وجل يغضب على شخص، يرضى من شخص. في القرآن الكريم هذه الكلمة موجودة: غضب الله، رضي الله عنهم. يعني ماذا رضي الله عنهم؟ غضب الله عليهم يعني ماذا؟ الغضب والرضا صفتان متغيرتان. الله عز وجل ما فيه رضا وغضب. الله عز وجل ما عنده فرح. الله عز وجل ما عنده حزن، ما عنده أسف. فلما آسفونا يعني ماذا؟ الله عز وجل ما عنده أسف. الأسف من المتغيرات. ما هو معنى هذه الكلمات التي أطلقت على الله سبحانه وتعالى؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله يرضى، الله يغضب. معنى هذه الكلمات الكثيرة الواردة في القرآن الكريم، في الروايات الشريفة: فلان شخص عليه غضب الله سبحانه وتعالى، فلان شخص الله رضي عنه. رضي عنه يعني ماذا؟ هذه الكلمات وهي كثيرة بالمئات بالآلاف في الروايات الشريفة التي تطلق على الله سبحانه وتعالى. شنو معنى هذه الكلمات؟ معنى هذه الكلمات أولا وثانيا. أولا، خذ الغايات واترك المبادئ، هذا ما يقوله العلماء. نتيجة هذه الصفات ما هي؟ المقصود هي النتيجة.
رضي الله، الإنسان عندما يرضى عن شخص يعطيه شيئا يكرمه، رضي الله عنه يعني الله عز وجل يعطيه الجنة. معنى رضي الله أن الله عز وجل يعطيه الجنة، أنه صفة تحصل في الله عز وجل، حاشا، محال هذا. فإذن رضي الله بمعنى النتيجة، خذ الغايات يعني النتائج، واترك المبادئ، الأشياء التي تحصل في نفوسنا لا تحصل في الله سبحانه وتعالى، نتيجة ما نفعله نحن الله عز وجل يفعله، هذا يسمى أن الله عز وجل رضي. نحن عندما نغضب نعاقب، غضب الله وعقاب الله، غضب الله ونار جهنم، لأن الله عز وجل يحصل فيه حالة غضب. هذا المعنى الأول، خذ الغايات واترك المبادئ، هذا معنى. عندنا معنى ثاني. المعنى الثاني شنو؟ المعنى الثاني ليس مني وليس من العلماء، المعنى الثاني من المعصومين عليهم الصلاة والسلام. ماذا يقولون أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في تفسير هذه الكلمات؟ خل أقرأ لكم رواية شريفة. هذه الرواية الشريفة وردت في الكافي الشريف عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام، يقول: إن الله خلقنا فأحسن صورنا أهل البيت. الله خلق أهل البيت. الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله خلقنا فأحسن صورنا وجعلنا عينه في عباده ولسانه الناطق. اللسان ماذا يفعل الإنسان به؟ يبدي عما يريد أن يوصله إلى الناس. الله عز وجل كيف يبدي ما يريد أن يوصله إلينا إلى الناس؟ عن طريق أهل البيت، فهم لسان الله. ولسانه الناطق يعبر عن، ولسانه الناطق في خلقه، ويده المبسوطة على عباده بالرأفة والرحمة. الله عز وجل يرأف على عباده، الرأفة مستحيلة بالمعنى الذي نفهمه نحن من الرأفة، مستحيلة على الله عز وجل، حالة متغيرة. كيف الله يرأف؟ بواسطة أهل البيت. ويده المبسوطة، يعني نحن أهل البيت، ويده المبسوطة على عباده بالرأفة والرحمة. يد الله يعني ماذا؟ يعني أهل البيت. سبق الكون جميعا في الوجود. عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام الشاعر يقول: سبق الكون جميعا في الوجود وطوى عالم غيب وشهود، كل ما في الكون من يمناه جود. إذ هو الكائن لله يدا ويد الله مدر الأنعم. من أسماء أمير المؤمنين يد الله. لا، كل ما في الكون من يمناه جود. إذ هو الكائن لله يدا، هو يد الله، الله يد ما عنده. ووجهه الذي يؤتى منه. من أسماء أمير المؤمنين وجه الله أم لا؟ الله ما له وجه. وجه الله أمير المؤمنين. تريد أن تتوجه إلى الله، توجه إلى علي أمير المؤمنين، هذا توجه إلى الله. وبابه الذي يدل عليه، وخزانه في سمائه وأرضه. خزان خيره وخزان خبره. بنا أثمرت الأشجار وأينعت الثمار وجرت الأنهار، وبنا ينزل غيث السماء وينبت عشب الأرض، وبعبادتنا عبد الله، ولولا نحن ما عبد الله. في حديث شريف آخر عن الإمام أبي عبد الله الصادق في الكافي الشريف في نفس المصدر، في قول الله عز وجل: فلما آسفونا انتقمنا منهم. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل لا يأسف كأسفنا. الله هذه الحالة ما تحصل في نفسه، هذا حالة متغيرة.
ولكنه خلق أولياء لنفسه يأسفون ويرضون وهم مخلوقون مربوبون فجعل رضاهم رضا نفسه. إن الله يرضى لرضا فاطمة. تذكر مرة شرحت إن الله يرضى لرضا فاطمة، ليست القضية قضية اثنينية، هناك رضا فاطمة وهناك رضا الله، لا، أصلا شيء واحد، عبارتان عن شيء واحد. رضا فاطمة هو رضا الله، هو لا أنه إذا فاطمة رضيت فالله عز وجل يرضى. أصلا رضا الله يعني رضا فاطمة، عبارتان لشيء واحد، لمعنى واحد. أنا أقول حسن أو ابن علي، هو حسن ابن علي، ابن علي هو الحسن، نفس الشيء، ليس شيئان في الوجود، لا، هناك شيء واحد اسمه رضا الله أو اسمه رضا فاطمة، لا فرق، نفس الشيء بالضبط، نفس الشيء. هذا ما يقوله أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. ولكنه خلق أولياء لنفسه يأسفون ويرضون وهم مخلوقون مربوبون فجعل رضاهم رضا نفسه وسخطهم سخط نفسه لأنه جعلهم الدعاة إليه والأدلاء عليه، فلذلك صاروا كذلك. الآن يقول الإمام عليه الصلاة والسلام استدلالا على ذلك، لأنه إذا دخله الغضب والضجر دخله التغيير، وإذا دخله التغيير لم يؤمن عليه العبادة. اللي يتغير لا يكون دائم، هو ليس أزليا ولا يكون دائميا. ثم لم يعرف المكون من المكون، ولا القادر من المقدور عليه، ولا الخالق من المخلوق. تعالى الله عن هذا القول علوا كبيرا، والعياذ بالله تعالى. أنه الله عز وجل تكون فيه المتغيرات، لا، الله لا توجد فيه المتغيرات. إذن بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن بجميع خلقه، الرحيم بالمؤمنين خاصة. هذا منه الرحمن. كيف يكون الرحمن؟ بمحمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عرفت المقصود؟ يعني الرحمة التي اليوم تنزل على الخلائق كلهم، على أولياء أمير المؤمنين وعلى أعداء أمير المؤمنين، كل تلك الرحمة من بركات أمير المؤمنين، هو يد الله. الرحمة التي تكون مستمرة إلى الجنة للمؤمنين من بركات أمير المؤمنين، من بركات رسول الله، من بركات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى بحق محمد وآل محمد أن لا يحرمنا من أفضالهم، أن لا يحرمنا من رحمتهم،